على طول بنسمع الجملة بتاعت كل ما يستطيع العقل البشري تصوره هو حقيقة تنتظر التحقيق والسعي إليها. عمرك ما سألت نفسك قبل كده ليه في ناس عندهم طاقة إيجابية على طول وسعداء رغم الظروف اللي هم فيها، وفي المقابل في ناس تعساء وحياتهم جحيم بالرغم من إنك لو بصيت لحياتهم هتلاقيهم معاهم فلوس وناجحين جدا؟ لو أنت عندك فضول تعرف الإجابة وعايز تغير من نفسك خليك معانا. اهلا بيك، معكم عبد الرحمن ابراهيم، والقناه دي بتساعدك تعرف اسرار واساسيات القبول في المنح، وده الفيديو الخاص باسرار النجاح في الحياه. المهم محور الفيديو اللي معانا النهارده بيتكلم عن عقلك هو سبب نجاحك او فشلك في الحياه. انت لو عايز تبقى شخص ناجح او عايز تكون ذو قيمه في المجتمع لازم اول حاجه فيك تبدا انك تغيرها هو عقلك. علشان كده في الفيديو ده هعرفك ازاي تغير عقلك وتبقى شخص ناجح. طبعا انت عمال تقول لي ان انا عمال اقول لك غير عقلك غير، انت فاهم حاجه؟ طبعا لا، مش فاهم حاجه ولا انا فاهم حاجه. لا يا عم، بص، في نقطتين مهمين لازم اقولهم لك الاول علشان اضمن ان انت معايا على نفس السطر، وبعدين هنخش في الموضوع على طول. انا قصدي ان انت عمال تقول لي ان انا عمال اقول لك كل شويه غير عقلك غير عقلك غير عقلك، فانت عمال تقول لي ايه يعني غير عقلي؟ اعمل ايه؟ اروح اشتري مثلا عقل جديد واركبه؟ انت مثلا بتبيع عقول اشتري لي عقلين مثلا واركبهم؟ لا، هو الموضوع مش كده، هو الموضوع بسيط والله وانت هتحبه، ولكن زي ما قلت لك في نقطتين مهمين لازم اوضحهم علشان اضمن ان انت معايا على نفس السطر. اول نقطه معانا لازم انت تاخد بالك منها ان اي بني ادم في الدنيا، انت وانا واي شخص، عنده عقلين، عقل واعي وعقل لا واعي. وانت لو فكرت بمنطقيه كده يعني باين من اسمه عقل واعي وعقل لا واعي. عقل واعي يعني واعي بكل حاجه انت بتعملها، وعقل لا واعي يعني مش فاهم انت بتعمل ايه او ما عندوش وعي باللي انت بتعمله. وهنا بقى تمسك في ايدك كده العقل اللاواعي ده هو سر الحلقه واللي هنتكلم عنه النهارده. تخيل معايا ان انت قدامك شخصين، شخص من اول ما بيصحى لغايه ما بينام عمال يقول كلام سلبي عن نفسه ويقول لك ان انا مش هنجح، الدنيا صعبه، مستحيل انجح في ظل الظروف دي، والدنيا والظروف وكوكب الارض بينتهي وكل الكلام ده. وعندك شخص تاني من اول ما بيصحى لغايه ما بينام عمال يقول لك انا واثق في ربنا، ربنا وعدني وقال لك انا عند حسن ظن عبدي بي، فان كان ظنه بي خيرا اخذه وان كان ظنه بي شرا اخذه، وكل الكلام ده. وقال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تفاءلوا بالخير تجدوه، وقعد بقى يقول لك ان شاء الله هنجح وربنا وعدني والرسول وعدني وان شاء الله هعمل كل اللي عليا وربنا هيكرمني. انت بالعقل، لو انا جبت عيل صغير كده بالعقل، ده اللي هينجح اللي عمال يقول كلام سلبي ومش مصدق اصلا انه هينجح، ولا الشخص ده اللي هو عمال يقول لك انا واثق في ربنا وان شاء الله هنجح وخير؟ اكيد اكيد ده اللي هينجح. ده مستحيل ينجح مهما عمل لانه اصلا مش مصدق انه هينجح، فبالتالي مستحيل انه ينجح. وانت تدري لان الشخص ده مستحيل انه ينجح اللي هو عمال يقول كلام سلبي عن نفسه؟ بص، بكل منطقية ده شخص مش واثق في ربنا وبالتالي مش واثق في نفسه، لان هو مش واثق في ربنا فاكيد مش واثق في نفسه، فاكيد مش شايف اصلا هو نفسه، يعني هو مش شايف نجاح قدامه، شايف ان الدنيا سودة، فبالتالي مش هيشوف النجاح اللي الشخص الناجح ده شايفه. يعني الشخص اللي ناجح ده بيبقى شايف قدامه نجاح وهحقق وهعمل وهعمل وهعمل، الشخص ده بقى ما بيبقاش شايف اللي الشخص الناجح ده شايفه، علشان كده مستحيل ينجح. وانا قلت لك انه مش واثق في ربنا فبالتالي مش واثق في نفسه، فبالتالي مش هيشوف اصلا نجاح، فبالتالي هيكتئب وهيجيله اكتئاب وهيتضايق. وليه هيكتئب ويتضايق؟ لانه مش شايف تغيير في حياته وشايف ان كل الناس عماله تطلع تطلع وهو قاعد مكانه، فبالتالي هيكتئب وهيموت ويعيش فقير ملوش اي قيمه في الدنيا ولا عمل قيمه للمجتمع ولا ضاف اي حاجه للدنيا، وبالتالي عاش حياته كلها فقير بيلوم الظروف والمجتمع والناس. وانت ما ادراك ما الشخص اللي بيعيش دور الضحية. اكتر شخص بيعيش متعذب في الدنيا دي اللي بيعيش دور الضحية. وطبعا طبعا انت عارف مفيش اكتر من الحجج الايام دي، وافتكر ان انت اللي هتشيل النتائج. لو انت سعيد انت اللي هتفرح بالنجاح، لو انت ما سعيدش انت اللي هتعيش فقير وهتعيش ما انتش نافع في حاجة، وكل الناس حواليك هتلاقيهم بيطلعوا وانت الوحيد اللي نازل. فاختار اللي انت عايزه، وبقول لك تاني افتكر ان محدش هيشيل نتائج حد. دي كانت اول نصيحة معانا لازم تعرفها. بالنسبة لتاني نقطة معانا لازم انت تبقى عارفها علشان تبقى معاها على نفس السطر، وهي ان نجاحك هو صورة منعكسة لما يراه عقلك.
طبعا هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني لازم قبل ما تنجح في الحقيقه وتبقى فعلا ناجح وماسك النجاح كده حاجه ملموسه في ايدك، لازم الاول تبقى ناجح في عقلك. هتقول لي يعني ايه ناجح في عقلي؟ بص هفهمك، والله الموضوع بسيط جدا. هقول لك يعني ببساطه انك تبقى متخيل ان انت فعلا هتوصل لده، مؤمن وواثق في ربنا زي ما قلت لك ان انت فعلا هتوصل، متفائل وعندك يقين ان انت مهما حصل ان شاء الله هتوصل للي انت حاطه في دماغك، ايا كان اللي حواليك ايه، ايا كانت الظروف ايه. طالما غيرك قدر يوصل وعمل اللي انت نفسك فيه، فانت كمان تقدر تعمل كده. فاختصارا عشان الوقت، النصيحة التانية دي اللي هي ان نجاحك صورة منعكسة لما يراه عقلك، يعني انت لازم تصدق وتبقى شايف الطريق اللي انت عايز توصل له. يعني انت مثلا نفسك تفتح شركة، دلوقتي انت مش فاتح شركة، ولكن انت شايف في عقلك ان انت فعلا هتفتح الشركة دي وهتوصل وهتحقق حلمك مهما كانت الظروف ايه. وخد بالك انت لو قعدت مع حد دارس علم نفس بقى وتعمقت بقى في قري الدماغ والعقل اللاواعي والكلام ده، هتفهم الكلمة دي. خد بالك انها سر خطير جدا. انت يعني عايز ابسط لك الموضوع، لو انت تفائلت بالخير هتجده. مش انا قلت لك تفائلوا بالخير تجدوه؟ انت تفائل بالخير وثق وتاكد ان اللي انت حاطه واللي انت عايزه الهدف ده هتوصل له مهما كانت الظروف ايه، فهتوصل له. اعتقد كده ان انا ضمنت اللي انت معايا على نفس السطر. والنصيحتين هقولهم لك تاني. اول حاجه ان اي بني ادم في الدنيا عنده عقلين، عقل واعي وعقل لا واعي. وتاني نصيحه معانا وهي ان نجاحك صوره منعكسه لما يراه عقلك. كده انا ضمنت ان انت معايا على نفس السطر. نخش بقى في الموضوع. ها، فاكر الموضوع ولا ايه؟ عقلك هو سبب نجاحك او فشلك في الحياة. اوعى تكون تهت مني، احنا لسه بنقول بسم الله. في ملحوظة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها، وهي ان كلماتك بتكون افكارك، بتكون مشاعرك واحاسيسك. طبعا انت بتتساءل وبتقول لي ايه ده؟ احب اقول لك يا صاحبي ان دي تعويذة لو قريتها على اي بني ادم هيتقلب قرد. ها، اتقلبت ولا لسه؟ لا يا عم طبعا بهزر. المهم خلينا في موضوعنا. كلماتك. بالنسبة لكلماتك، احنا نقصد بكلماتك هنا اي كلمة انت بتتكلم بيها ايا كانت ايه. ان كانت كلمة بتدل على النجاح والسعادة، او كلمة بتدل على الفشل والتفاؤل. فشل وتفاؤل ازاي؟ مش مشكلة. كانت كلمة بتدل مثلا على النجاح والسعادة، أو كلمة بتدل على الفشل، أو مثلا بتوحي إن الدنيا صعبة وإن أنت مش هتقدر، رغم إن أنت شايف غيرك قدر وصل للي أنت عايز توصل له، بس برضه عمال تقنع بنفسك. وأنا قلت لك مفيش أكتر من الحجج يعني. المهم خلينا في موضوعنا. إحنا نقصد بالكلمة هنا أي كلمة أنت بتتكلم بيها ايا كانت ايه. انت نسيت ولا ايه؟ مش انا قلت لك ان عقلك اللاواعي بيسجل اي كلمه ايا كانت ايه، حلوه او وحشه؟ ده غير عقلك الواعي زي ما قلت لك. علشان كده خد بالك من كلامك. تاني حاجه افكارك. زي ما انت شايف باين عندك كلماتك بعدها افكارك. طبعا انت بتتساءل دلوقتي وبتقول ايه اللي جاب الافكار للكلمات؟ اي فكره بتجيلك في اي موقف انت فيه، ان كان موقف حلو او وحش، الفكرة دي بيكون سببها كلماتك اللي انت بتفضل تدخلها لعقلك طول ال 24 ساعة او طول الايام الماضية. الكلام اللي انت بتتكلمه بيكون الافكار اللي في دماغك ايا كانت الفكرة دي ايه، بيكون سببها الكلام اللي انت بتتكلمه. كان كلام حلو او وحش، على حسب كلامك هتلاقي الفكرة طلعت لك. ولما بتتحط في اي موقف تطلع لك الافكار اللي هي اصلا مكونة من كلماتك اللي انت بتتكلم بيها زي ما قلت لك. شوف، احنا اتكلمنا عن الكلمات وعرفت ان ازاي الكلمات بتكون الافكار اللي هي في عقلك، ازاي افكارك اصلا سببها كلماتك، وشرحتها لك وعرفت ازاي. تالت حاجة معانا بقى بتقول ان ازاي الافكار سببها المشاعر، يعني ازاي المشاعر اللي احنا بنحسها دي سببها الافكار اللي احنا بنفكر فيها. طبعا انت دلوقتي عمال تقول لي هو انت بتقول ايه؟ انا دايخ. ايه اللي جاب؟ يعني انت عايز تفهمني ان المشاعر اللي انا بحس بيها ما كانت مثلا ان انا سعيد او فرحان سببها افكاري اللي هي اصلا سببها كلامي اللي انا بتكلم بيه، اللي اصلا العقل اللاواعي بيسجله ان كان كلام حلو او وحش؟ انت بتقول ايه؟ انا دايخ. لا يا عم ما تدخش فوق. انا هعمل انا وانت تدريب دلوقتي، ومن خلال التدريب ده انت هتفهم انا قصدي ايه، لان انا هكلمك انت هتحس بالكلام فبالتالي هتفهم. المثال ده هيفهمك كل حاجه. بص يا سيدي، تخيل معايا دلوقتي فكره وحشه، ان مثلا الدنيا صعبه واللي احنا شايفينه مثلا حوالينا، وان انت مستحيل تنجح مهما عملت. شوف، لو اتقلبت قرد كده مستحيل تنجح.
فكر معايا في الفكره دي وحطها في دماغك، وافتكر بقى، شوف، عيش بقى مع الموسيقى دي وشوف ان الدنيا صعبه، مستحيل انجح، وعايزك تتأثر كده وفكر بقى في كلمه الدنيا صعبه، اروح فين، اعمل ايه، طب غصب انت حابب، شايف الدنيا عامله ازاي، ايه العمل، انا في ايه يوم مش عارف اعمله، مفيش حاجه في ايدي، ولا ابويا وزير ولا امي ولا انا مش عارف ايه، طب انا اعمل ايه، المفروض اروح فين، اشتغل فين. ستوب، ركز معايا بقى دلوقتي. تقدر تقول لي دلوقتي انت حاسس بايه؟ اكيد مليار في المية انت متضايق وشايف ان الدنيا سودة ومستحيل تنجح، والموسيقى كمان بالذات زودت عندك الاحساس ده وخليتك متضايق ومش شايف اي طريق للنجاح، شايف ان الدنيا كلها فشل ومفيش اي طريق للنجاح. معلش بقى، اقلب معايا وفكر في كلمة حلوة. فكر مثلا ان انت شخص ناجح، وان انت باذن الله تحقق كل اللي انت عايزه، وتفائلوا بالخير تجدوه، وما تقلقش طالما غيري قدر يحقق اللي انا عايز احققه فانا كمان اقدر، والدنيا سهلة وانا قادر وانا شخص ناجح. عايزك تفكر بنفس النمط ده بقى، والاغنية دي هتساعدك. عشان بس انت من حزين لسعيد صعبة شوية ان انت مش واخد عليها، فالاغنية دي هتساعدك. فكر في الكلمة وعيش مع الأغنية وأنا راجع لك دلوقتي. عليكوا جدا، رايق دماغي منجم، زي اللي قدر يعملها فأنا قادر أعملها. كل مقدم بنزل ما بعتمدش، بخطف اللقطة وامشي، جامد عاجبني نفسي، بشغل ما بتشغلش، حراق عليكوا جدا، رايق دماغي منجم، زي الدهب وفعلا بحلو كل مقدم، بنزل ما بعتمدش، بخطف اللقطة وامشي. ستوب، ركز معايا بقى. تقدر تقولي دلوقتي انت حاسس بايه؟ ايه الاحساس اللي انت حاسه؟ اكيد وانا مساعدك بالاغاني، انا عارف اكيد ان انت فرحان. ليه؟ مشاعرك ان انت شايف ان انا فرحان. لو انت بقى فهمت الكلام اللي انا قلته ده كله هتفهمني دلوقتي. تقدر تقول لي ليه لما حطيت فكرة وحشة في عقلك كنت متضايق، ومشاعرك اللي احنا لسه كنا متكلمين عنها مشاعرك طلعت كانت سلبية ومتضايق وخانقاك، ولما حطيت فكرة كويسة ليه حسيت بالسعادة، وكل اللي فكرت فيه كانت سعادة وان شاء الله هنجح؟ تقدر تقول لي ليه؟ من هنا بقى لو انت بقى ركزت معايا هتفهم ان كلامك اللي انت كنت بتتكلمه سببه افكارك، اللي افكارك اصلا سببها مشاعرك. انت ليه حسيت ان انت كنت متضايق هنا وهنا فرحان؟ عشان الكلام اللي انت كنت بتتكلم بيه كان هنا حلو وهنا وحش، فالافكار اللي تكونت من الكلام الحلو خلت مشاعرك انك حاسس بالتفاؤل وهتنجح، والافكار اللي تكونت من الكلام السلبي طلعت لك مشاعر سيئة خلتك ان انت بص شايف الدنيا سودة، مفيش اي طريق للنجاح، مش هنجح، مش هقدر انجح من الاخر يعني. فاعتقد دلوقتي انت فهمت، وبالدليل ازاي ان كلامك بيأثر على افكارك اللي هي اصلا سببها مشاعرك، مخليك حاسس ان انت شخص ناجح ولا شخص فاشل. فخلصت النقطة دي، افتكر ان كلامك بيكون افكارك، وافكارك بتكون مشاعرك. يعني لما تحس مشاعر مش حلوة او حاسس ان انت حاسس ان شايف الدنيا سودة مش هنجح مفيش طريق، دور على افكارك اللي هي اصلا في الاساس سببها كلامك. فلو انت بالاحساس اللي انت حاسه مش حلو ده غيرت كلامك هتلاقي ان افكارك اتظبطت وبقت احسن، فبالتالي مشاعرك هتتظبط وهتحس بالسعاده وهتكمل. وجرب وقول لي وانا اثبت لك بالدليل. السؤال المنتظر بقى، لو انا مش قادر اغير تفكيري، الافكار اللي جوه دماغي السلبيه مسكاني، مش قادر ان انا اغير تفكيري، ايه العمل؟ بص، الموضوع سهل جدا والله. خلينا نرجع مثلا شويه وما تزهقش من الكلام، لان الكلام ده هو اللي هيفهمك وهيخليك تتغير. واول سبب للنجاح، واسال اي واحد فاهم هيقولك انه عقلك. انت لو ظبطت عقلك شوف هتعرف تختار صح، هتعرف تحدد انت عايز ايه، هتبقى اصلا قاعد كده سعيد وعارف انت عايز تعمل ايه. فده السر اللي اصلا مفيش ناس كتيره بتقوله لك. فانت جرب وقول لي، انا مش طالع اقول لك ان انا مختلف وانا بقى اللي هجيبك واوديك، لا، انت جرب وانا اثبتت لك بالدليل وهتعرف ان انا كلامي صح. فالمهم، انا لو مش عارف اغير تفكيري بسبب الافكار السلبيه اللي في دماغي الكتيره اعمل ايه؟ انا شايف ان احسن طريقه من وجهه نظري واللي جابت معايا مفعول، وهي انك عشان تغير افكارك اسمع للناس اللي انت عايز تبقى زيهم. والله مثلا على سبيل المثال، في واحد مثلا على اليوتيوب مثلا مسافر بره وشغال مثلا فاتح شركه مثلا على سبيل المثال، وعلى اليوتيوب بيعمل فيديوهات.
انا كعبده مثلا لو عايز افتح شركه وابقى زي الشخص ده، اكيد هروح اتفرج عليه. يعني انا عايز ابقى زيه، فاكيد هشوفه بيعمل ايه علشان اعمل زيه. فالقاعده ايه؟ شوف انت عايز تبقى ايه وروح اسمع للشخص اللي انت عايز تبقى زيه. فطبعا اغلبكم دلوقتي بيتساءل وبيقول لي يعني مفيش طريقه تانية اعرف اغير بيها افكاري غير الطريقه دي؟ هقول لك مفيش حاجه اسمها مفيش طريقه تانية، في طريقه تانية وثالثه ورابعه وخامسه وفي سته حتى. شوف، مش انا قلت لك ان افكارك اللي انت بتفكر فيها سببها كلامك اللي انت بتتكلم بيه؟ هقول لك هتقول لي يعني لو انا عايز اغير تفكيري اغير كلامي؟ هوب اقف هنا، انت كده جدع. طب انت بقى هتقول لي انا لو عايز اغير كلامي اعمل ايه؟ والله الطريقه اللي بتجيب على طول ومع كل الناس، واسال اي حد جربها، وهي ان علشان تعرف تتحكم في كلامك اتحكم في كل اللي انت بتشوفه بعينك وكل اللي انت بتسمعه بودانك، لان اللي انت بتسمعه بودانك وبتشوفه بعينك بيأثر على كلامك. وختاما كده انا حاولت على قد ما اقدر اوصل لك الفكرة ايه، يعني اتمنى تكون فهمت. ولو اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبولي في التعليقات، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة، وسلام.